بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة بقى إن شاء الله هنعمل محشي. شايفين يا جماعة أهو، جميل جدا جدا جدا. وإيه كمان، يعني أنا النهاردة عايزة أقول لكم على طريقة لللف بتاع المحشي، سهلة وبسيطة جدا وكمان سريعة. بتتميز ان هي سريعة جدا جدا، فتابعوني علشان اوريكم انا عملته ازاي. يا ريت يا حبايبي اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم السلام. واحب اشكركم جميع المتابعين من كل مكان، شكرا جزيلا، وربنا يا رب يديم الود والمحبة بينا جميعا، اللهم امين. مع المحشي بقى ان شاء الله كمان عاملين فراخ اهي هنحمرها، وهبقى برضو اوريها لحضراتكم باذن الله. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نشوف عملنا المحشي بتاعنا ازاي. طبعا كلكم اساتذة يا جماعة، بتعملوا المحشي وخلطة المحشي. زي ما انتم شايفين كده عملنا طبعا احنا برضو كان عندنا كيس بصل بالطماطم، زي ما انا قلت لكم متعودة ان انا بجهز الحاجة واحطها في الفريزر. فيا دوبك طلعته وحطيت الرز وحطيت عليه الخضرة، وده زي ما انتم شايفين الورق بتاعنا الكرنب برضو من اللي كنا مفرزينه في التلاجة، لان مفيش كرنب كتير دلوقتي في السوق. هو بدأ يظهر بس صغير، يعني مش غالي جدا. وكمان جهزنا الفراخ بتاعتنا اهي بتستوي، عبال ما نجهز ان شاء الله المحشي عشان ايه نسويه. يا ريت يا جماعه اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بقى نجهز المكان بتاعنا اللي هنحشي فيه ونروح نحشي. يلا خليكم معانا. بصوا بقى يا جماعه، احنا هنا اهو بنحشي المحشي بتاعنا. شايفين الطريقه بقى دي انا وريتها لكم قبل كده. طريقه بسيطه جدا وسهله. بنرصص كده الورق بتاعنا، شايفين اهو، ادي زي ترابيزه كده، اي ترابيزه المطبخ، اي ترابيزه نرص عليها الورق بتاعنا ونوزع عليه الرز بتاعنا. والطريقه دي بتسهل جدا جدا، بدل ما نقعد نفك ورقه ورقه ونلف ورقه ورقه، بنعملهم كده ايه مع بعض زي ما انتم شايفين. هلفهم واوريهم لحضراتكم. هم لفينا شويه اللي كنا حاطينهم، وهنرص شويه كمان علشان نحشي شويه كمان. جربوا يا جماعه الطريقه دي هتعجبكم وهتسهل عليكم الحشو. خليكم معايا انا هكمل واوري لحضراتكم. اهو يا حبايبي المحشي بتاعنا بعد ما استوى اهو، شايفين الجمال، شايفين زي عسل ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.